أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بالعناوين. تعليمات لبدء التعليم الجزئي. بناء سد في ابن سليم بدباروا. دعم المحتاجين ماليا وعينيا في الإقليم الأوسط. واشنطن على قناعة بأن موسكو قدمت أموال لطالبان لقتل جنود أمريكيين. بريطانيا تعلن عن دول سيعفى القادمون منها من الحجر الصحي. أمطار غزيرة في أبوجا تحول شوارعها إلى أنهار. مرحبا بكم. من المعلوم أن الحكومة الإريترية وضعت استراتيجية مكافحة سريعة منسقة وفاعلة للسيطرة على وباء فيروس كورونا، وكان ضمن هذه الإجراءات إغلاق جميع المؤسسات التعليمية من رياض الأطفال وحتى الكليات من 27 من مارس وحتى اليوم. معروف أن وباء كورونا لا يزال ينتشر بتسارع ومساحة جغرافية واسعة بشكل مقلق، وبلغ عدد المصابين بالوباء حتى الآن أكثر من 10 مليون إنسان، كما بلغ عدد الوفيات حوالي نصف مليون. مقارنة بالوضع الإقليمي والعالمي الخطير، فإن وباء كورونا في البلاد لم يصل إلى وضع مقلق بكل المعايير، وإن الفحوصات المخبرية الجارية في مراكز العزل وعينات الاختبار العشوائية تؤكد ذلك. وهذه الظاهرة المشجعة نتاج إجراءات المكافحة التي قامت بها الحكومة وتعاون الشعب. ولهذا ورغم الوضع العالمي والإقليمي والعودة العشوائية للمواطنين وكذلك لطبيعة وقدرة الوباء على الانتشار، فإن من الضروري القيام بالاحتياطات والمتابعة المستمرة، وفي نفس الوقت اتخاذ خطوات دافعة لتعزيز البرامج التنموية. وعلى هذا الأساس فإن الإجراءات التي اتخذت نهاية شهر مارس أدت لتأخير إنهاء التعليم في العام الدراسي 2019-2020 ل10 أسابيع، ولأن من الضروري مرور الطلاب للصف التالي وإكمال الدراسة التي فاتتهم قبل بدء العام الدراسي 2020-2021. 1. سيبدأ طلاب الصف 11 في البلاد عامة إكمال الدراسة المتوقعة يوم الاثنين 6 من يوليو. 2. سيبدأ طلاب الكليات الدراسة في 13 من يوليو لإكمال التعليم الدراسي للسنة الدراسية 2019-2020. جميع الطلاب المتوقعين ووضعا في الاعتبار لموسم الخريف والمناخ غير الملائم سيبدأون التعليم نهاية شهر أغسطس لإكمال التعليم المتوقع والانتقال للتعليم للسنة الدراسية اللاحقة 2020-2021. 4. مراسيم تخريج الكليات التي كانت تجرى كالعادة في شهر يوليو وأغسطس ستنظم في شهري أكتوبر ونوفمبر. إن تخفيف الإجراءات التي كانت سائلة سواء في التعليم أو غيره من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية يهدف للسيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا، ولا بد وأن تراعى ضوابط التباعد الاجتماعي والامتناع عن التجمعات الكبيرة وتعقيم الأدوات والنظافة وتغطية الفم والأنف وغيرها حسب ما تسمح به الأوضاع، ويجب تنفيذه بجدية تامة. النصر للجماهير. لجنة المهام العليا لمكافحة وباء فيروس كورونا 28 من يونيو لعام 2020. يشيد السد في منطقة ابن سليم بمديرية دبار وسعة 182 ألف متر مكعب. وأوضح المشرف على العمل المهندس زريت محاري لوكالة الأنباء الإريترية إيرنا أن السد الذي يشير بتعاون مشروع الدهالو ووحدات قوات الدفاع اكتمل 85% من أعمال إنشاءته. وقال أن الهدف الأساسي من السد الدفع بالزراعة المروية وسد حاجات السكان من المياه، مشيرا للقيام بأعمال إصلاح مساقط المياه لحماية السد من الطمي. وذكر المشاركون في العمل تسارع نشاطهم لإنجازه قبل موسم الأمطار، مشيدين بالدعم المعنوي للسكان. وعرب سكان ابن سليم على أملهم لانتهاء مشكلة مياههم مع اكتمال بناء السد والدفع بالزراعة المروية. وتبعد ابن سليم مسافة حوالي 6 كيلومترات إلى الجنوب الغربي من مدينة دباروا.
يستمر سكان إقليم القاشباركا في مساعدة المحتاجين وإعفاء مدفوعات إيجارات البيوت الملازمين منازلهم جراء جائحة كورونا. ووزع فرع الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية بارونتو المساعدات التي حصل عليها من التجار للمرأة المحتاجة. وقدم سكان قراشة في مديرية هيكوتا 20 كنتال ذرة، وليباني 14 كنتال ذرة، وهدمدمي 18 كنتال ذرة، وعشكيت 12 رأس من الأغنام. أعضاء شركة السكن للإنشاءات العاملين في بناء مستشفى هيكوتا 5000 نفر. في غضون ذلك أعفى السيد عبد الله سفاو إيجار 3 أشهر لمتجر في البو في ألبو، والسيد براخي في السهية إيجار شهر في هيكوتا، والسيد قبره وتهيلي 4 أشهر، وغشت والدي زراتين من شامبوكو حتى زوال كورونا ل7 مستأجرين، والسيد كالو ولد سامييل لشهرين، والسيد جبريل ولدي، والسيد تخلية مريم رؤسومة ل3 أشهر. وعفى السيد ننهون برخة أب وزوجته لملم يوسف ل4 أشهر متجر ومنزل في تسني، والسيدة إلسا تسفاي ل3 أشهر، والسيد كحسي قبر سلاسة وزوجته ل5 أشهر، وورثة يفطروا كداني لشهرين، والسيد تخلياد حنون من أسمرة إيجار شهرين في تسني. قدم الدعم المالي والعيني للمحتاجين في مديريات قلة نفع وبراديزو وترافولو وأخريا بالإقليم الأوسط، وتم توزيع 94 ألف نقفة مقدمة من تجار قلة نفع للمحتاجين في عد سكدو، ومبلغ 19,200 نقفة للمحتاجين في مديرية براديزو. وقدم 10 كنتال ذرة من محسن، و61 ألف نقفة و200 نقفة من السكان في ترافولو، و15,300 نقفة لمحسن في أخريا للمحتاجين. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، لا تذهبوا بعيدا. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الاستخبارات الأمريكية باتت على قناعة بأن روسيا دفعت سرا أموالا للمقاتلين مقربين من حركة طالبان الإسلامية المتمردة لدفعهم إلى قتل عسكريين أمريكيين أو عناصر من قوات حلف الشمال الأطلسي في أفغانستان. وقالت الصحيفة أن الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى هذا الاستنتاج قبل أشهر خلت، عندما كانت طالبان تجري مفاوضات تاريخية مع واشنطن لوضع حد لأطول حرب للولايات المتحدة. ووفقا لنيويورك تايمز، فإن وحدة من الاستخبارات العسكرية الروسية وزعت أموال على مقاتلين إسلاميين ومجرمين مقربين من طالبان. ونقلت عن مسؤولين لم تسميهم أن الرئيس دونالد ترامب أطلع على هذه المعلومات وناقشها مع مستشاريه للأمن القومي في اجتماع عقد في أواخر مارس. وبحسب مصادر الصحيفة، فإن العديد من الخيارات قدمت إلى البيت الأبيض، من تقديم احتجاج دبلوماسي رسمي لموسكو، مرورا بفرض عقوبات عليها، وصولا إلى استهدافها بأعمال انتقامية أخرى، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار. أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستنشر الأسبوع المقبل قائمة بدول سيعفى الآتون منها اعتبارا من يوليو من شرط الحجر الصحي المفروض حاليا على كل المسافرين الآتيين من الخارج، بهدف الحد من الإصابات الوافدة بفيروس كورونا المستجد. ولمواكبة الرفع التدريجي لتدابير الإغلاق التي اعتمدتها المملكة المتحدة للحد من تفشي كوفيد-19، فرضت السلطات اعتبارا من 8 يونيو على كل المسافرين الآتيين من الخارج عزل أنفسهم لمدة 14 يوما في إجراء احترازي أثار سقط انقطاعي السياحة والطيران في البلاد. وقالت الحكومة في بيان أن قائمة كاملة بالدول التي تنطوي على خطر التغيير ستنشر الأسبوع المقبل، ويمكن للرحلات مع هذه الدول أن تستأنف في الأسبوع التالي. حولت أمطار غزيرة شوارع مدينة أبيجان الرئيسية في ساحل العاج إلى أنهار وأغرقت منازل وقلبت سيارات وقتلت 7 أشخاص. وقال رجال الأطفاء في المدينة أن 7 أشخاص لقوا حتفهم بعد هطول أمطار بلغ 300 ملم. وتعتبر الانهيارات الأرضية والفيضانات شائعة خلال موسم الأمطار في أبيجان، ويستمر موسم الأمطار في البلد الغرب إفريقي من منتصف إبريل ولغاية أكتوبر، ويؤدي في معظم الأوقات إلى إزهاق أرواح العشرات وإحداث أضرار كبيرة على مستوى البنى التحتية.
بعد خروجه من محطة الفضاء الدولية للقيام بإصلاحات تتعلق بتعويض البطاريات القديمة للمحطة، أفلتت مرآة صغيرة من يد الرائد في الفضاء الفاسح لتلتحق بملايين قطع النفايات التي تسبح في الفضاء. وقال الرائد كريس كسيدي إن المرآة كانت تطفو وهي تبتعد عنه بسرعة قدم في الثانية، إلا أنها بحسب الخبراء لا تشكل خطرا على السير في الفضاء أو المحطة. وبمجرد تثبيت إحدى بطاريات اليثيوم الستة الجديدة، ينتظر أن يكون المختبر المثبت في المدار جديدا طيلة الفترة التشغيلية الخاصة به بحسب وكالة ناسا الأمريكية. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وتصبحون على خير.